انا ما كنتش عايز اتكلم عن موضوع الطياره اللي اتمسكت في زامبيا من كام يوم دي الا لما اشوف في الاخبار واشوف خصوصا تصريح او رد من الحكومه المصريه عن الموضوع ايه، عشان ما بقاش بردد زي البغبغان يعني، او اقول كلام ومعلومات وتكون اشاعات مش صحيحه. خصوصا ان الطياره دي اتمسكت ب5,600,000 دولار و127 كيلو سبايك، اتقال عليها ذهب في الأول، لكن فيما بعد أعلنت زامبيا إن هي بعد تحليل المواد دي المادة الخام دي طلعت إن هي عبارة عن نحاس وزنك وكوبالت بنسب مختلفة، وخمس طبنجات و126 طلقة، ومعاهم 6 مصريين و4 تانيين من جنسيات مختلفة منهم واحد زامبي. موضوع الطيارة اتضح ان هي مش الطياره مش مصريه، لكنها بتتأجر، هي طياره لبنانيه تبع للبنان، لكن هي بتتأجر، خصوصا ان طلع عليها كلام ان في مسؤولين مصريين اتحركوا بالطياره دي في كذا رحله حوالين الشرق الاوسط، واخرها كانت زياره لوزير الداخليه لتونس، اللي منها الصوره اللي معروضه دي كانت بنفس الطياره. يعني الطياره بتتأجر عادي، لكن الكلام اللي اتقال ان هو من مصدر رسمي وذكرته الجزيرة والعربية وغيره، نقل عن نفس المصدر لكن محدش عارف هو مين المصدر ده، لكن اتقال انه مصدر رسمي قال ان الطيارة نزلت ترانزيت في مصر. الطيارة نزلت ترانزيت وتم تفتيشها طبقا للبروتوكول المعمول به في مطار القاهرة. والناس فاكره كتير قوي من اللي هي بتطبل يعني ان ده حاجه في حقنا كويسه يعني. فانا مش عايز، انا عايز افهم منين الطياره اتفتشت ومنين اتمسك فيها الحاجات دي. ده معناه ان هي بقى كانت لابسه طاقية الاخفاء، او ان احنا ما تفتش يعني. كان اولى يطلعوا يقولوا ما تفتشتش، يعني الطياره لما بتنزل ترانزيت مش بتتفتش، يعني ممكن نعديها ناكلها ماشي، لكن هي نزلت وتقولوا تفتشتوها وما كانش فيها حاجة. طب الحاجة دي دخلت ازاي؟ هل بعد التفتيش، ولا انتوا ما فتشتوش اصلا، ولا الحاجة دي خارجة من ورا حد كبير في البلد ومسؤول؟ الموضوع غريب أوي، وكالعادة في تعتيم ومفيش رد ومفيش اي حاجة اتقالت من الحكومة، ولا توضيح ولا غيره، زي مواضيع كتيرة يعني تسمع عنها ومفيش رد ومفيش إجابات. لكن خلينا نشوف التحقيقات في زامبيا هتوصل لإيه، ومين هم ال6 المصريين دول اللي اتمسكوا، وهيقولوا إيه، الحاجة دي بتاعتهم ولا بتاعت مين، ولا أصلا ال6 المصريين دول إيه وضعهم وفي البلد هنا. ده هنعرفه مع الأيام، وكل حاجة هتتكشف أكيد، مش هتفضل مستخبية على طول يعني.